السلام عليكم احبائي، مرحبا بكم في الفيديو جديد. هذا الفيديو خاص بواحد الفستان صيفي رائع، الوان زاهيه. مرحبا بالمبتدئات. ان شاء الله انا بسطت لكم الامور باش غادي تفصلوه يجيكم سهل ان شاء الله. تابعوا معي الطريقه. غادي ناخذ الثوب على العرض ديالو، نطويو 4 طبقات بس ديال 47 سنتيم. من هذيك 47 سنتيم غندخلوا للجهه المسدوده باش ناخدو 28 سنتيم. 28 سنتيم هي الصدر ديالنا، هي الربع ديال الصدر. غادي نخليو هذاك العبار اللي غيشيط لينا هو 18 سنتيم، هو اللي غيكون بليات. غنطويوه، غادي نسطروه ونطويوه لتحت ونبداو نديرو المقاسات ديالنا. ديك 28 سنتيم هي اللي غنخدمو فيها المقاسات ديالنا ديال الصدر. عاد غادي نحولو ان شاء الله. تابعوا معايا الطريقه. خلينا 18 سنتيم. عندنا دابا دوران الصدر 28 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه. غنبداو نحطو المقاسات ديالنا من بدايه هذيك 18 سنتيم، نخليوها ابار من الجنب ديالها، ما غاديش نقيسوه. غنطويتو باش نفهمكم بان ما تنقيسوهش حتى تنكملوا المقاسات ديالنا. حطينا 20 سنتيم ديال الكتاف، 8 سنتيم ديال دوره العنق، ربع دوره العنق. غادي ننزلو ب20 سنتيم كالعاده، وغادي ننزلو ب3 سنتيم العمق ديال الابط. وعلى هاد 23 سنتيم غادي نسطرو السطر ديال دوران الصدر. ربع دوران الصدر راه قلتها لكم انه عندنا 28 سنتيم. مادام هاد الفستان فيه كسرات راه هو تيلبس من 2XL حتى ل 3XL على حسب، راه تيكون عريض من لي هونش ومن حتى من الصدر. المهم غادي نطراسيو، غادي ننزلو ب3 سنتيم وغادي نلاقيو كالعاده. هادشي راه درناه فشحال من فيديو. كالعاده غتلاقيو ديك 3 سنتيم مع دورات العنق، وغنهبطو ب36 سنتيم. هي الطول ديال الصدر ماشي الطول الاصلي، هذه غير فين تجي القطعه، اما الطول ديال الصدر راك نازل على هكا. المهم تنفرقو هذاك الخط ديال الابط على 2، تندخلو بسنتيم. وخط الحزام تنقصو على 29 سنتيم، تنقصو 2 سنتيم، راه داخله سنتيم ديال الخياطه. اذا تنحطو 27 سنتيم في هذيك الدخيله ديال الصدر. حتى دابا راه كلشي واضح. دابا غادي نقسمو خط الكتف. غادي نقسمو هذاك الكتف ديالنا، نقسمو على 2 غتعطينا 15 سنتيم. ملي غناخدو ديك 15 سنتيم غنهبطو فيها كامل حتى لتحت، حتى لعند هذاك الخط اللي طراسينا ديال 36 سنتيم ديال الحزام. حتى لدابا راه كلشي واضح. ملي غنطراسيوها دابا غنطلق لكم هذيك 18 سنتيم باش تشوفوا كيفاش غتكون عندنا الصايه. اما الصدر راه حنا غنحولوا هذيك المقاسات، عبرنا به باش يجي عندنا داكشي مضبوط صافي. وغنحولوا المقاسات ومن بعد غادي تفهموا كيفاش. تابعوا معايا. هاد 18 سنتيم راه هي اللي غتكون عندنا بليات زائده على هذاك الصدر اللي درنا. اذا غادي نقطعو دابا من هذاك الخط اللي قسمنا به خط الكتف على 2، غادي نقطعو. ولكن قبل ما نقطعو راه حنا غادي نطراسيو دابا خط مستقيم لهذيك القطعه، خط مستقيم. وغادي نمشيو نزيدو سنتيم ديال الخياطه ديالنا من الجهه اللي غنقطعوها. دائما تنقول لكم ما تخدموش المقص حتى تزيدوا حق الخياطه. انا زدت سنتيم ديال الخياطه، هو راك طراسيتو لكم دابا بالاصفر باش يبان لكم. وغادي نطراسي دابا على هذا الخط، غادي نهبط عاوتاني سنتيم ديال الخياطه اللي غادي يزدي ليا هاد القطعه ديال الصدر مع الصايه ديالها. صافي غادي نقطع دابا هذاك المربع، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غنحولوا هذوك التفاصيل كامله في الصدر وفي الظهر. ملي قطعنا هذوك الطبقتين ديال الظهر والصدر، هاد البلاصه ها هي كيفاش غادي تكون. غادي تجمع ببليات
وهذيك البليصه ديال المربع الزاويه قائمه غادي نكرانيوه بالعرض باش بالفتحه. غتشوفوني كيفاش غندير ليها باش ملي تبداو تخيطوا غادي تجيكم سهله باش تقلبوا هذاك المربع. فهموني وشوفوا كيفاش درت ليها باش ديروها حتى نتوما باش تتسهل عليكم تقلبوا هذاك المربع وتخيطوا يجيكم الزاويه ديالو ما مشنقاش. وملي تكونوا تتقطعوا دخلوا شويه في الحزام باش تجيكم الدخله زوينه في اللبسه. هذوك لي بلي راه تيعطيو العرض ما تخافوش صافي. وخرجوا للطول ديالكم ديروا الطول اللي نتوما حابين. انا درت طول 140 سنتيم صافي. لي بلي غادي يتجمعوا هكا وغادي نفرقوا دابا القطعتين ديال الظهر مع ديال الامام. ناخذوا ديال الظهر نحطوها هكا ونحولوا هذوك العبارات ديالنا 8 سنتيم ديال الرقبه والكماله ديال الكتف. حطيت هذيك الطرف باش يبان لكم الكماله ديال الكتف وزيدوا سنتيم ديال الخياطه اللي غيلاقي هذه القطعه مع هذيك القطعه ديال الابط بحال هكا صافي. هذا هو الظهر ديالنا هكا خصو غادي يكون. غادي تخيط مع هاد القطعه ديال التركيز وغادي ناخذ دابا تاني القطعه الاخرى ديال الامام. غادي تشوفوا كيفاش غنديروا ليها. غادي يجيو كروازي. هي القطعه ديال الامام غنخليوها هكا مطويه وغادي ناخذوا هذوك المقاسات اللي كنا خدينا قبيله لان باقي فيها الطراساج. غادي ناخذوا غير العنق غادي نهبطوا ب 15 سنتيم. تقدروا تهبطوا حتى بكثر الا كانت الوحده بغات الفتحه ديال العنق في تكون كبيره ولكن في هذا الكروازي ما تتكون هاد 15 سنتيم احسن صافي. ونمشيو للزاويه ونسطروا المسطره ونحاولوا نقوسوا واحد شويه بيدينا ونزيدوا 1 سنتيم ديال الخياطه من فوق هذا الخط الاولاني. نخرجوا الجهه الاخرى بسنتيم باش نخيطوها. فاش نبغوا نخيطوها ما تضيعش لينا منها سنتيم. فهمتوني؟ اي بلاصه بدوزوا فيها من المقص فكروا في الخياطه. هكا انا طبعتها لكم بالاصفر باش تبان لكم صافي. وغادي نقطعوا هادو غادي يكونوا جوج الطروفه وحده فوق وحده كروازي. تابعوا معايا. بحال هكا غادي نخيطوهم مع ديك البلاصه اللي هي قطعناها قبيله وغادي نديرو فيها لي بلي. هاد البلاصه ديال الصدر غادي تكون بحال هكا وغندير ليها واحد البيي وغادي تاخدوها هكا وتخيطوها صافي وتطبعوا ليها الوسط ديالها. داكشي غتشوفوه في الخياطه ان شاء الله. هنا عاوتاني راه غادي تدخل هذيك البليصه في الكرانه ديال هذيك البلاصه ديال المربع وغادي تدوروا. فاش تكونوا تخيطوا راه غادي يبان لكم ان شاء الله. ملي نكون نخيط غادي يبان لكم كيفاش. تابعوا معايا وردوا البال مزيان لانه شحال من حاجه ما تتفهموهاش ولكن حيت ما رديتوش البال. اما الا رديتوا البال راني تنحاول نشرح لكم ببساطه المبتدئات كيفاش يديروا. هذا الطرف اللي شاط لينا من تقطع فيه 28 سنتيم ومسدود من هاد الجهه هو اللي شاط لينا من العرض ديال 2.5. غناخذوا 8 سنتيم نخليوها لي بلي كما قلت لكم ديك الخطره ثاني في دوك الفساتين الاخرى اللي قبل. وتناخذوا واحد تناخذوا الطول ديال الكم 60 سنتيم. نزيدوا 1 سنتيم ديال الخياطه هي 61 ونخليو الفتحه ديال الكم خليت فيها 22 ديال فتحه الكم باش ندير فيها لاستيك صافي. تنواصل ما بين هاد النقطه وهذيك النقطه ديال التركيز غادي نقسمو على 2 وندخل بسنتيم ونطلع ب2 سنتيم ونلاقيها مع ديك 8 سنتيم هكا باش تيجيوكم لي بلي تيجيكم الكم فضفاض. تابعوا معايا. ديال هذاك الخط غادي ندخلو ب2 سنتيم لان الكم واسع. ندخلو ب2 سنتيم وعاد نطلعو لعند التركيز صافي. غنقطعو على الخط الاصفر اللي درت لكم ديال هذا وعاد غادي ندخلو
ملي نفتحو الكم غادي ندخلو بواحد سنتيم ولا 1.5 في الأمام. غادي ناخدو هاديك البلي غادي نديرو ليهم الكشكاشة بالطريقة ديال جوج الخياطات، واحد تابع واحد، وغادي نجروهم وغادي نعبرو ديك الساعة الوسط مع الوسط ونشدو بالفنيت ونخيطوه. ملي تنكونو شدينا بالفنيت حنا غادي دابا نمشيو من عند ديك القنتة حتى لعند القنتة الأخرى، ونوريكم بأن غادي تبودرو كيفاش غادي ديرو. تابعوا معايا. ملي نوقفو عند هاديك الزاوية تنهبطو الإبرة لتحت ونهزو الصباط ونقلبو القطعتين ديال الثوب مستقيمة. هنا غادي نطلعو مع هذيك القطعة ديال اللي هبطنا بها من نصف الكتف، غنطلعو بها حنيشان وحنا نخيطو سنتيم ديال الخياطة. تابعوا معايا. ها هي القطعة ديالنا من بعد ما ركبنا ليها التبطين ديال الرقبة الخلفية وسرجيتها. غادي نوريكم دابا انه القطعة جاتنا مقادة. شوفوا كيفاش تتبان بلي ديالها. غادي ناخذوا القطعة ديال الامام دابا ونخيطوها حتى هي. ناخذوا داك البي وتنديروه في الجهة اللي هي ديال في ديالنا. غادي نفتحوا البي هكا وغادي نخيطوه من التحت هو الاول، وعاد غادي نقلبوه على الجهة الفوقانية. تابعوا معايا.
ملي تنكملو تنقيو هذاك الجناب وتناخدو 16 سنتيم، انه 8 سنتيم على 2 تعطينا 16 سنتيم في الفتحه ديال العنق، وتنشدو بالفنيت الطبقه الفوقانيه مع السفليه تنشدوها بالفنيت هكا باش تيكون عندنا العبار مضبوط، وتنخيطو الاسفل. نطويو هاد القطعة الأسفل ديال الصدر تنطويوه على 2 وتنكرانيو باش نعرفو النص ديالنا. عطاتنا 15 سنتيم اللي هي كنا خدمنا بها في الأول، 15 سنتيم. إذن غادي ناخدو داك المنتصف ديالها مع المنتصف ديال الصاية، نفس الطريقة اللي درت لكم في الدار. نتوما دابا البنات هما كملنا الخياطة ديال الأمام حتى هي. غادي ناخدو دابا الخلف وغادي نديرو التبطين ديال الخلف ديال الرقبة، غنفينو به الكتاف. تابعوا معايا كيفاش درت ليه. غادي نحطوه الوسط ديال هذوك القطعة ديال الخلف مع التبطين ديالها، وغناخدو الفنيت وتثبتو هذاك الشيء ديالكم، والقطعة ديال التبطين غادي نطوي لها هذاك شوية وغادي نلصقو مع الخياطة ديال هذيك القطعة. تابعوا معايا. هانتوما النتيجة كيفاش تيجي الكتف مفيني ومنقي، ما فيه حتى شي حاجة باينة ديال الخياطات. هكا كنديرو الكتف الثاني، وهذه هي النتيجة الأخرانية. غادي ندورو الخياطة في العنق. هذا لكم لأن الفيديو طوال عندي بزاف، لكم درت ليه لي بلي وخيطته مع التركيز. غنوريكم دابا، طالباني واحد البنت على الطريقة ديال اللاستيك، غنوضح لكم طريقتين تنديرها بجوج بهم زوينين، اللي عجبتكم ديروها. دابا تنقطعوا الدورة ديال الكم، تنعبروها بالايد ديالنا، تتكون تقريبا 10 سنتيم حتى 11 سنتيم مضوبلة. اذا 20 سنتيم اولا 22 سنتيم، ما بغيتوش الكم يجي مزير. صافي تناخدوهم واحد الكم غنديرو لكم بالطريقه الاولى، والكم الاخر غندير لكم بالطريقه الثانيه. تابعوا معايا. الطريقه الاولى تنخليو لكم مفتوح، تنخيطوا هذاك لاستيك من الطرفين، الطرف الاول والطرف الثاني ديال اللاستيك تنجيبوه مع الطرف الاول والطرف الثاني ديال الكم بحال هكا. تبعوا معايا ولاحظوا هذا اللاستيك ديالكم ما يتبرمش لكم، يجي مستقيم. صافي، وهاديك الساعة ملي تتثبتوه تجبدوا تخيطوا الخياطة الأولى وتعاودوا تدوبلوا الخياطة الثانية. تابعوا معايا. هانتوما البنات تكونوا تجبدوا فيه، ولكن طويو واحد نص سنتيم طويوه على لاستيك بالنسبة للجناب باش تيتفينا. فهمتوني؟ هانتوما شفتوا كيفاش. دابا غادي نسدو لكم، خيطوه وديروا ليه السورجي، وعاد طويو الطويه الثانيه باش يجيكم الكم مفيني. ما حدكم نتوما غاديين ونتوما تتجبدوا الثوب مع لاستيك بحال هكا، وحاولوا ما يجيكمش لاستيك مبروم، يمشي مستقيم.
ما تبرموش خاصكم تجبدوا الثوب تحيدوه من التحت باش ما يتبرمش ليكم. شوفوا النتيجة تيجي مزيان. دابا الطريقة الثانية غادي نسدو لاستيك غنخيطوه هو الاول ونطبعوا ليه المنتصف ديالو. غادي تخيطوه تثبتوا الخياطة مزيان وتطبعوا ليه النص ديالو. هذا النص اللي خيطنا غيكون هو النص والاخر غيكون هو زعما تقسموه على اثنان. فهمتوني؟ هادشي اللي بغيت نعني لكم. تقسموه على اثنان تاخذوا الكم وهو مخيط. هذه الطريقه تدار في الكم وهو مخيط. تاخذوه وتتخيطوا الطرف اللي هو طبعنا مع داك الكبير اللي خيطنا منه في الاول. حطوه على الجهه اللي خيطوا منها الكم. مفهوم؟ والجهه اللي هي وسط ديال اللاستيك حطوه في الوسط ديالكم. طبعوا ليه الطباشير وحطوه في الوسط ديالكم. انه الكمام تيكونوا على الظهر ديالهم وشدوا ودخلوا بحال هاد الطريقه اللي وريتكم دابا. دخلوا الاسويره ديال الاستيك دخلوها في الكم وشدوا بالفنايت بحال هكا وحاولوا تدوبلوا المره الاولى المره الثانيه وشدوا بالفنايت باش تجيكم فينيه الخدمه. ما تيبقاش عندكم السورجي باين. عاوتاني تتمشيو للجهه الاخرى اللي هي فيها النصف الاخر تديروه مع النصف ديالكم باش تجيكم تكماش يجيكم مقاد. ماشي واحد الجهه تجيكم مكمشه بزاف والجهه الاخرى تيجي تكماش داير مفرق مزيان بين طبقتين بين الطروفه بجوج ديال اللاستيك. فهمتوني؟ تنتمنى نكون تنوضح لكم الامور كما بغيتوها. هكا تنشدو بالنص مع النص ونشدو بالفنيت صافي. دابا تتسهل عليكم القضيه تتجبدوا وتمشيو نتوما تتخيطوا بحال هكا. طريقتين تديروهم حتى في السروال بلاستيك عريض. ان شاء الله ملي غنخيط شي سروال راني غادي نوضحها لكم عاوتاني بلاستيك عريض. هادو طريقتين. الا قديتو ديروا هاد الثانيه احسن. فيها خياطه وحده. غير تثبتوا مزيان المكان ديال النصف مع النصف صافي وتتمشيو تجيكم طريقه مزيانه. خياطه وحده. الاخرى فيها خياطتين للمبتدئات تدربوا عليها وراه تجيكم سهله لا هذه ولا هذيك. هذه هي النتيجة. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتمنى تكونوا تستافدوا من الدروس اللي تنعطيكم. وهذا هو الفستان كما طلع. هو صورته لكم اليدين الكمام جاو فضفاضين. جاو فيه لي بلي في الكتاف. القطعة ديالنا راه جات فيها لي بلي من عند هذيك القطعة اللي درنا. وتنتمنى يعجبكم الفستان وتطبقوه. والى فرصة قادمة تنشكركم على الحضور ديالكم وعلى المتابعة. وتنتمنى تشاركوا الفكرة مع اصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم باش تعم الفائدة. والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.